الفريلانس بيجي كده، صح. ابني علاقات، اسوق لنفسي. الواحد بعد ما بيتخرج بيبقى عامل زي شنطه مهارات كده، الشركه دي محتاجه الوظيفه دي، ثم طلع بقى اطلع المهاره دي. اه الفريلانسيه دي محتاجه عادي نحتايه سريعه كده، مفيش مشكله، ونشتغل ونجيب فلوس. احنا ده هو يعني اللي احنا بنعمله. عايز اصرف على نفسي واصرف على بيتي، فانا محتاج اشتغل. مش عشان انا مثلا بفهم في حاجه واحده. الحاجه دي ممكن ان انت كمهندس لازم تشتغل في شركه بتعمل 9 حاجات في الشركه دي، ومش هينفع تعملها كفريلانسر تعمل ال9 حاجات دول بره، بس ممكن كل حاجه فيهم لوحدها تعملها. يعني ايه؟ واحد دلوقتي بيشتغل مدرس في مدرسه، طيب ما المدرس ده بيعرف يعمل باوربوينت، بيعرف يترجم، بيعرف ان هو يحضر ماده تدريبيه او ماده تعليميه، بيعرف يعمل تصميمات بيحطها في التصوير بتاعه او في البرزنتيشن اللي بيعملها. مش لازم ان هو يبقى دايما بيشتغل مدرس في المدرسه ومدرس كفريلانسر بره، لا، ممكن يبقى بيعمل اي حاجه من الاربع مهارات دول. فيعني دايما الواحد يكسر الشغلانه الكبيره لشغلانات صغيره، ويقدر يفريلانس في شغلانات فيها انا ممكن الصبح مهندس، طبيب، صيدلي، محامي، محاسب، بالليل ممكن اكون بدرب، بدي استشارات، بدي دروس لطلبه جامعه، بدي تاسكايه واحده. افتح مجال شغل لنفسك طول الوقت.